يا مساء الرقة على كل قلب جميل بيسمعني. يا مساء الهدوء على البنات اللي لسه مش شايفين جمالهم الحقيقي. خدي نفس هادي كده وتعالي نقعد مع بعض شوية. ولو دي أول مرة تنوري القناة، ياريت تشتركي وتنضمي لبيتنا الصغير. وجودك معانا يفرق بجد. وحتى لو كنتي من أهل البيت، رجوعك هنا فرحة لوحدها. النهاردة عايزك تسمعي الكلام ده بقلبك مش بودانك، لأن اللي جاي كلام يمكن يريحك ويمكن يفوقك ويمكن يغير نظرتك لنفسك. بص يا بنتي، يا أختي، يا صاحبتي، قد ما الدنيا دوختك وقد ما الظروف وجعتك، أحب أقولك حاجة لازم تحفريها في قلبك قبل دماغك. مفيش حاجة ناقصاكي. والله انت كاملة، بس المشكلة إنك مش شايفة ده. عارفة ليه؟ عشان احنا اتعودنا نبص لنفسنا بعين الناس، عين بتقارن، عين بتهول العيوب، عين مش شايفة غير النواقص. وبقينا نصدق ده. صدقنا إننا مش كفاية، إننا مش قد غيرنا، إننا لازم نصلح مليون حاجة فينا علشان نتقبل نفسنا. بس الحقيقة إنك اتولدتي كاملة. اتولدتي بروح جميلة وشخصية قوية ومميزات يمكن انت مش واخدة بالك منها. وكل اللي ناقصك هو طريقة نظرتك لنفسك. انت بتكبري غلطاتك وبتصغري نجاحاتك وبتقسي على نفسك بطريقة عمرك ما هتعمليها مع حد بتحبيه. تخيلي، انت بتعملي في نفسك اللي عمرك ما ترضي الناس تعمله فيكي. كل ما حد جرحك، بدل ما تقولي هو الغلطان، بتقولي أكيد أنا السبب. كل ما حاجة ما تنفعش، تقومي تلومي نفسك بدل ما تقولي نصيبي مش هنا. كل ما حد يقلل منك، تصدقيه وتنسي إنك أغلى بكتير. أهو ده اللي مكسرك. مش عيب فيكي، لكن طريقة ظلمة بتشوفي بيها نفسك. عايز أقولك سر، الناس بتتعامل معاكي حسب ما انتي بتتعاملي مع نفسك. لو انتي شايفة نفسك قليلة، هم هيشوفوكي كده. لو شايفة نفسك تستاهلي التقدير، الناس غصب عنهم هيقدروكي. ولو شايفة نفسك غالية، محدش هيقدر يستهين بيكي مهما حصل. فإيه رأيك من النهاردة تبصي لنفسك بإنصاف؟ تبصي لمميزاتك، لطوبتك، لقلبك الحلو، للقوة اللي عدت فوق وجع وما وقعتش. صدقيني، انت مش محتاجة تبقي شبه حد، ولا تمشي زي حد، ولا تعيشي نسخة غير نسختك. انت محتاجة تعيشي انت زي ما ربنا خلقك، بروحك وبمزاجك وبإحساسك وباختلافك الجميل اللي مفيش واحدة في الكون زيه. ومن النهاردة عايز منك وعد صغير، إنك كل يوم تقفي قدام المراية وتفكري نفسك: أنا كاملة ومفيش حاجة ناقصاني، واللي ناقص هو إني أشوف نفسي صح. لو قدرتي تعملي كده، نظرتك للحياة كلها هتتغير. هتعرفي تختاري، وهتعرفي تحطي حدود، وهتلاقي نفسك بتبعدي عن كل حد مش قد قيمتك. وفي آخر البودكاست، لو حسيتي إن الكلام ده لمسك أو ريح قلبك، ياريت تشتركي في القناة وتدعمي البيت اللي بيحبك ويرحب بيكي كل مرة. ومن قلبي، افتكري دايما، مفيش حاجة ناقصاكي، انتي كاملة ومتكاملة. بس افتحي عينك وشوفي نفسك صح.